خويا السلام عليكم. معكم هشام نسيم، شاف الاوركستر ديال اوركسترا عمري. بادئ أديبات. أهنئ جمعية المبادرة الثقافية على هذه المبادرة الطيبة، على أساس أننا نحتفلوا بهذا العيد الكبير اللي هو العيد السوسي والأمازيغي بالخصوص. كما شفتوا باللي هشام ماسين كشف الاوركستر والموسيقيين ديالو. نحن عازفون والجمهور هو المغني والمطرب. هذه التجربه الاولى في هذا الكوتي ديال الامازيغيه. كنشوفوا باللي كانت ناجحه بكل المقاييس، وكنشوفوا باللي حتى الجمهور السوسي متعطش جدا انه يتغنى بالخالدات ديال الرواد اللي غادرونا، وكذلك الرواد اللي باقي في الحياه. هنا كنشوفوا التكريمات ديال الرواد كتمر عبر كما كنقولوا لي تروفي وهذه، ولكن التكريم الاكبر وهو انه الجمهور ديالو يغني لهذا الرواد ونحييو هذه الثقافه الامازيغيه السوسيه. وكذلك هذا الرواد يعطوا الكثير. هنا سأقف إجلالا لهذا الجمهور تبارك الله اللي جا وغنى مزيان وتفجج مع راسو كما كنقولوا. وغادي نشكر جميع الناس اللي جاوا كبيرا او صغيرا من اجل انجاح هذا المهرجان. وكنقول مرة أخرى بلي راه المغرب يتصالح مع ثقافته وذاته ويتصالح مع فنه. كان المغرب يتغنى بالمشارقة والمغاربة، ودابا المغاربة يتغنون بتمغربيت. كانوا إلا قلنا تمغربيت يتغنوا بالأمازيغية ويتغنوا بالصحراوية ويتغنوا بالجبلية ويتغنوا بالدبالية ويتغنوا بالشعبي وأحواش وأحيدوس. هذا هو المغرب الكبير تحت راية الله الوطن الملك. وشكرا. زيارتك الأقاليم الجنوبية. زيارة الأقاليم الجنوبية إن شاء الله تفكير جيد، تفكير عميق، على أساس أننا ناخذوا هاد الفسيفساء نديوه الأقاليم الجنوبية، على أساس عندنا إخواننا الأمازيغ وكذلك ساكنين في الأقاليم عند إخواننا الصحراويين. ضروري أننا غنخصوا واحد النهار على أساس أننا نتغناو بهذه الأغاني الأمازيغية في الأقاليم الجنوبية عند إخواننا. ووعد إن شاء الله راه في الدراسة كما كنقولوا. إن شاء الله الوعد راه واخد عن عاتقي إن شاء الله.